في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الرضا يا رب كده، وصباح الهنا، وصباح الطاقة الإيجابية. ربنا يا رب يسعد أوقاتكم، ويبقى يوم لطيف كده وجميل، وكله يا رب رضا كده وطاعة في الرحمن. اللهم امين يا رب. النهارده بقى كده كان يوم يعني الفيديو ده هينزل لكم النهارده، وانا كنت مصوراه النهارده. النهارده الحمد لله يعني الجو كويس، ويعني هوا بسيط كده، مفيش شتا ولا حاجة، بس يعني هي شتت حبة حلوين كده بالليل. كنت الحمد لله يعني لميت الغسيل بقى من على الحبل وكده، عشان خاطر يعني ما ينديش ولا حاجة، ولا يتبل تاني واضطر ارجع اغسله. انا كنت يعني منشره على المنشر جوه في البلكونه من جوه، بس برضو الشتا بيطرطش على البلكونه لجوه، فبيغرق الدنيا تاني. فالمهم بقى انا قمت النهارده كان عندي يعني اكل، عندي بقى شويه حاجات في التلاجة كده عايزه اطلعها، بواقي بقى وكده طول الاسبوع. فقلت لا النهارده هطلع بقى، حرام يعني الواحد يعمل اكل جديد ولسه عنده اكل في البيت. فقلت لا يعني نطلع بقى الاكل، لان لو عاد اكتر من كده ممكن ما يتاكلش. لاني اصلا بكره مش هكون في البيت، فقلت بقى ايه، لا يعني نطلعه النهارده بقى، يعتبر النهارده كده اخر يوم عندي في الاسبوع. عشان بكره مش هبقى موجوده ان شاء الله بامر الله. فقلت بقى خلاص طلع بقى. كان عندي عدس، وكان عندي مسقعه، وهعمل بقى عليهم بيض، وعندي بطاطس، يعني عندي كذا كذا طبخه. فقلت نخلص منهم بقى، عشان كده ايه كتير يعني. بس دخلت بقى، قلت اشوف. كان عندي بقى شويه حاجات عايزه اعملها. توتي صحت الصبح، اول ما صحت من النوم للاسف هي لسه معاها يعني كحه شويه، الجيوب الانفيه عندها تعبانه جدا في الشتاء، عشان كنا بنصحى الصبح بدري للمدرسه وكده، فعندها الجيوب الانفيه بتتعب جدا، وبنضطر بقى ان احنا نكشف كل شويه وناخد مضاد حيوي. بس الحمد لله المره دي ما كتبلهاش مضاد، يعني كتب لها بس مضاد التهابات. وبحاول بقى ان انا اديها حاجات دافيه كتير وكده، بحيث ان هي ايه ما تزيدش عليها وتضطر انها تاخد مضاد حيوي. فاول ما صحت النهارده من النوم قامت مرجعه. رجعت بقى وخلص، بهدلت لي السرير. فقلت لا لازم اغيره، عشان يعني الواحد اكتر حاجه ما بيحبهاش ريحتها بتاعت ترجيع. فقمت مغيره الحمد لله كده فرش السرير، يعني الحمد لله ربنا يشفي اولادنا ويحفظهم امين يا رب. وغيرت كده كده، اصلا كنت عايزه اغيرها، فقلت لها انت ايه يعني خليتيني كده كده هغيره. فالحمد لله ربنا قدرني وغيرته. وهنا بقى قلت هشغل الغسالة، بس ما كانش عليه، يعني كنت هشغل على حاجة تانية كده. برضو الفرشة بتاعت اوضة الاطفال دي كنت هغيرها، و... وغيرتها. يعني كنت مغيرة قبل كده، بس كنت هغسلها مع شوية حاجات كده صغيرين، كنت اشغل بقى عليهم الغسالة على السريع كده، يعني مش ياخدوا حاجة. بشغلهم يعني ايه اللي هو النظام النص ساعة، ما بياخدش وقت ولا اي حاجة. فالمهم بقى انا كنت عايزة اسألكم على السكوتش اللي هي بتاعة الغسالة دي، اللي هي اللون اللي انتوا شايفينه فيها ده. انا نفسي الاقي له حل بجد بجد. اي حد يعني عارف حل ليها ياريت يقولي والله. آم، انا هنا كنت بقى خلصت المطبخ خالص، بس يعني المقطع ده جه بدري مش عارفه ايه اللي حطه هنا، بس ده كان بعد ما خلصت المطبخ خالص وروقته. دخلت انا بقى على اوضه الصالون، وقلت بقى ايه، احنا برضو عندي يعني بحب شويه ان احنا هنقعد في اوضه الصالون، ما بحبش دايما اقعد في اوضه الليفينج والاطفال. بحب اغير، يعني ممكن افطر هنا، ممكن افطر في الاوضه التانية. ما بحبش افضل قاعده في مكان واحد، عشان الواحد برضو ايه ما بياخد على المكان خلاص، عينك خدت على المكان فزهقتي. فالمرة دي اقعد هنا، المرة الجاية اقعد هناك. هي بتحب بقى ايه تصحى تسرح وتلبس في الأوضة دي. فمن بعد ما تمشي بقى وكده بنزلها، برجع لم بقى وراها، يعني مناديل بقى وتوك وفرشة يعني الواحد برضو يعني بيحب التغيير كويس. والأوضة دي كمان عشان الشباك بتاعها المتلاقي على طول منورة، فأنا بحب أقعد في المكان اللي فيه نور ربنا كده.
ربنا ينور حياتنا كده يا رب، امين يا رب. المهم بقى دخلت هنا كده بقى على المطبخ. كان عندي بقى شويه حاجات في الغساله، قلت هكمل بقى الدور بتاعها واشغله عشان خاطر ما عادش بقى عندي اطباق في المطبخيه، فعايزه اشغل الدور دوت وايه وافضي الدنيا شويه. انا بجد مش بتجمل معاكم خالص، بنقلكوا الصوره زي ما هي بس بالظبط زي ما انا عايشاها، مش بنضف عشان اصور لكم. انا يعني مفيش حاجه اصلا عندي تعتبر ان هي ايه مقفوره فيها يعني، لا. زيكم بالظبط، حياه عاديه جدا جدا زيكم، مفيهاش اي يعني تجمل ولا اي حاجه. انا بقى قمت الحاجات اللي كانت باقيه من الغساله قمت بقى ايه غسلتهم كده على ايدي. كنت حابه ان انا يعني احط ايدي شويه كده في الميه بحيث ان انا ادفى. والحمد لله يعني الجو دلوقتي لسه ما سقعش قوي، لسه الجو حلو. بس لما بتفضلي بقى قاعده في السرير كده ما بتتحركيش، بتبصي تلاقي ايه يعني جسمك قفش كده والسقعه بقى بدأت. فاحسن حاجه ان انت تقومي كده وتعملي بقى اللي وراكي وتشوفي لو عندك اكل خلاص شوف ايه اللي هيتعمل تاني. ما عنديش اكل يبقى هعمل النهارده اكل، واشوف اي حاجه في البيت انضف تنظيف سريع كده للبيت بحيث يبقى المكان اللي انا قاعده فيه متروق ونضيف. هتفرق في نفسيتك وهتفرق في طاقتك في اليوم. مش شرط كل يوم ان انا هعمل اكل يعني ما حصلش يعني انا امبارح كنت عامله كباب الحله، قلت النهارده لا خلاص انا هطلع بواقي الاكل اللي عندي في التلاجة هقضي بيها النهارده طالما انا بكره مش موجوده في البيت، والحاجات دي لو جه على الاسبوع الجاي مش ممكن ما تتاكلش. فقلت لا. وفي الوقت التاني شفت بقى ان انا عندي ايه هعمله. عندي غسيل، عندي اطباق عايزه تتغسل، مواعين عايزه انضف، وكمان نضفت البوتاجاز النهارده. قلت له الوقت بقى خلاص طالما احنا النهارده فاضيين يلا بقى ننضفه يعني. ومش يوميا البوتاجاز بيتعمل، ممكن بعد اكل عشان امبارح بالليل برضو قلت عليه فلافل والنهارده عملت عليه الغدا بتاعي. فقلت له لا بقى خلاص انت النهارده ايه هتريح. يبقى النهارده انت ايه هتنضف. فربنا قدرني الحمد لله يا رب. ودعكته بقى كده، رشيت عليه الاول السائل اللي انا بقولك عليه اللي هو الكلوركس مع خل مع مسحوق غسيل، واحطهم في ازازه وارجهم كده مع بعض واستعملهم، بيخليهولي بقى فله شمعة منوره، بيلمع وريحته حلوه وكمان بيعقم يعني كل حاجه. بس بقى مسحته كده ولمعته وقمت بقى ايه مزوقاه وحطاله الورده بتاعته. كل حاجه لازم تبقى متزوقه كده وحط يعني نجمل شكلها ازاي، ما لازم برضو يعني ندلع. احنا مش هندلع احنا بس، لازم تدلع حاجتك كده وايه وتحسسها بالحب ان انت بتحبي الحاجه فتقوم يعني تقعد معاكي وقت اكتر. انا البوتاجاز ده عندي بقاله 8 سنين اهو يعني 8 سنين. ف الحمد لله يعني الواحد برضو بيحافظ على الحاجه مش بيهملها. ربنا يعني يقدرنا كده وان احنا نحافظ على حاجتنا ويدينا الصحه ان احنا نعمل في بيوتنا والاهالينا وكل حبايبنا يا رب اللهم امين. انا بقى كده خلصت. كان فاضل بس ان انا اشغل المكنسه، بس ما حاولتش يعني ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو، فقلت لا خلاص يعني كفايه كده. ودخلت بقى عملت لي كوبايه شاي. يعني كنت فطرت الصبح الكورن فليكس كده شبه ما شفتوا معايا في اول الفيديو، بس قلت بقى هنا ايه اخدت كده عندي جاتوه، اخدت قطعه وقلت بقى هعمل معاها كوبايه شاي كده تظبط الدماغ. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده حبايب قلبي، يا رب يكون كان فيديو خفيف عليكم وتشجعتوا منه كده ولو بحاجه بسيطه وتقوموا كده تنجزوا اللي وراكم يا رب ان شاء الله. هشوفكم فيديوهات جايه مع بعض كتير بأمر الله، واسيبكم بقى في حفظ الله. وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك القناه، ولو عجبك الفيديو لايك جامد قوي قوي. اسيبكم بحفظ الله، مع السلامه حبايب قلبي.